السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم سنة تالتة إعدادي في قناتكم ذاكرلي أونلاين. إزيكم عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة إن شاء الله هنشرح درس مهم جدا في الجغرافيا وهو بعنوان توزيع السكان في العالم. قبل ما نبدأ في الشرح انزل ادعمنا باللايك الجميل والاشتراك في القناة علشان تتابع كل فيديوهاتنا أول بأول. هنتعرف في درس النهاردة يا شباب عن المناطق اللي بيزيد فيها عدد السكان في قارات العالم، وكمان هنتعرف على المناطق اللي بيقل فيها عدد السكان. بس قبل ما نبدأ نعرف توزيع السكان في كل قارة من قارات العالم، لازم تبقوا عارفين في البداية إن السكان في أي قارة من قارات العالم بيتركزوا في 3 مناطق. إيه هما؟ رقم 1 السهول الفيضية، رقم 2 السهول الساحلية، رقم 3 المدن الكبرى. السكان بيتركزوا في السهول الفيضية ليه؟ قالك علشان وفرة المياه وكمان خصوبة التربة، لأن بيبقى فيها أنهار وده بيساعد على الزراعة وتركز السكان فيها. وبيتركز السكان في السهول الساحلية علشان المناخ بتاعها بيبقى معتدل، وكمان بيبقى فيها نشاط سياحي لأنها ساحلية، بيبقى دايما فيها بحر أو محيط وجوها بيبقى كويس جدا ومناسب للسياحة. أما بقى المدن الكبرى فبيتركز فيها السكان بسبب حاجتين: رقم 1 وفرة فرص العمل، رقم 2 وفرة الخدمات والمناطق الصناعية. بيبقى في مناطق خاصة بالمصانع، فبالتالي السكان بيتركزوا فيها علشان فرص العمل، ودايما موجود فيها فرص عمل للسكان وكمان فيها خدمات كتيرة جدا. طيب يا ترى بقى عدد السكان في العالم دلوقتي كم مليار؟ قالك عدد سكان العالم لحد سنة 2014 كان حوالي 7.2 مليار نسمة، متوزعين على قارات العالم المختلفة. ولازم تبقوا عارفين يا شباب إن أكبر قارات العالم من حيث عدد السكان هي قارة آسيا، وأصغر قارات العالم من حيث عدد السكان هي قارة أستراليا اللي بنسميها برضو الأوقيانوسية. طيب هل في قارة خالية من السكان؟ أيوة طبعا، هي قارة إيه؟ برافو عليكم، قارة أنتاركتيكا. دي القارة الوحيدة الخالية من السكان. واحد هيقول لي طب ازاي يا مستر العلماء عرفوا يعدوا سكان العالم؟ ازاي عرفوا ان هم 7.2 مليار نسمة؟ دول العالم يا شباب بتهتم انها تعرف عدد سكان شعبها قد ايه. في دول بتعد سكانها كل 5 سنين، وفي دول بتعد سكانها كل 10 سنين، وبعد كده بتبعتها لمنظمات، بتبعت الأرقام بتاعت شعبها لمنظمات عالمية. المنظمات دي بقى بتبدأ تجمع الأرقام من الدول المختلفة، وبيبقى في رقم تقديري يعني رقم تقريبي لعدد سكان العالم. يبقى تاني ركزوا معايا يا شباب، احنا عرفنا ان أكبر قارات العالم من حيث عدد السكان قارة ايه؟ قارة آسيا. أما أقل القارات سكانا هي قارة استراليا. وعرفنا كمان ان قارة انتاركتيكا خالية من السكان، يعني مفيهاش اي سكان على عكس بقية قارات العالم. قلنا ان وصل عدد السكان في العالم لسنة 2014 لحوالي 7.2 مليار نسمة. طيب خلونا دلوقتي بقى نتعرف على توزيع السكان في قارة آسيا. قارة آسيا يا شباب بيسكنها حوالي 60% من سكان العالم، يعني 4.3 مليار نسمة. حوالي أكتر من نص سكان العالم موجودين في قارة آسيا لوحدها، وكمان موجود فيها أكبر دولتين من حيث عدد السكان في العالم، وهم الصين طبعا والهند. الدولتين دول عدد سكانهم ضخم جدا، وهم أكبر دولتين من حيث التعداد السكاني في العالم زي ما قلنا. يبقى لما يجي يقولك هنا دلل تعد قارة آسيا أكبر قارات العالم من حيث عدد السكان، هقول له إيه؟ هقول له أيوة طبعا، حيث يسكنها حوالي 60% من سكان العالم، ويوجد بها أكبر دولتين من حيث عدد السكان في العالم وهم الصين والهند. وبيتركز السكان بقى يا شباب في قارة آسيا في منطقتين، هما السهول الفيضية والجزر ذات التربة الجيدة، يعني الجزر اللي فيها زراعة. طيب السهول الفيضية زي سهول ايه؟ زي سهول نهر اليانجتسي في الصين، وده مكانه اهو زي ما انتم شايفين طبعا على الخريطة. وسهول نهر الجانج في الهند هنا كده،
بيعتبر من السهول الفيضية اللي بيتركز فيها السكان برضو. أما الجزر اللي تربطها جيدة فهي طبعا زي جزيرة اليابان الموجودة هنا كده، وجزيرة الفلبين. وأخيرا في جزيرة كمان هنا كده اسمها جزيرة جاوا. اسمها يا مستر؟ اسمها جزيرة جاوا. دي جزيرة مهمة جدا يا شباب، لأنها بتعتبر أكثر جزر العالم ازدحاما بالسكان. ليه؟ لأن تربتها خصبة جدا وفيها نشاط زراعي كبير. يبقى تاني، المناطق اللي بتركز فيها السكان يا شباب في قارة آسيا قلنا السهول الفيضية، زي ايه؟ زي سهول نهر اليانجيتسي في الصين، وسهول نهر الجانج في الهند، وكمان الجزر ذات التربة الجيدة زي جزيرة اليابان وجزيرة الفلبين وجزيرة جاوا. وعرفنا ان جزيرة جاوا دي هي اكثر الجزر ازدحاما بالسكان في العالم. ليه؟ نظرا لخصوبة التربة فيها. طب يا ترى بقى ايه هي اهم المناطق اللي بيقل فيها السكان في قارة آسيا؟ اكيد مش كل القارة يعني مزدحمة بالسكان، اكيد في مناطق فيها بيقل عدد السكان جدا. قال لك ايوه، في 3 مناطق في قارة آسيا بيقل فيها السكان. ايه هما؟ المناطق الشمالية والمناطق الصحراوية والمناطق الجبلية والهضبية. طب المناطق الشمالية زي سهول سيبيريا الموجودة هنا كده. وطبعا عدد السكان بيقل فيها ليه؟ بسبب برودة الجو. الجو بارد جدا في سهول سيبيريا فبيقل فيها عدد السكان. وكمان عدد السكان بيقل في المناطق الصحراوية في قارة آسيا. زي ايه؟ زي شبه الجزيرة العربية، وده طبعا لارتفاع درجة الحرارة وقلة موارد المياه. النوع الثالث من المناطق اللي بيقل فيها السكان في قارة آسيا هي المناطق الجبلية والهضبية اللي بتوجد فين؟ بتوجد في وسط القارة. وده طبعا بسبب وعورة السطح. بسبب ايه؟ وعورة السطح. يعني ايه وعورة السطح؟ يعني المناطق بتاعت الجبال والهضاب دي يا شباب ما بتبقاش مستوية زي ما انتوا شايفين كده، لا، بتبقى وعرة، صعب الإنسان يستقر فيها ويبني منازل، فبالتالي بيقل فيها عدد السكان. يبقى لما يجي يقولك بما تفسر يقل عدد السكان في المناطق الشمالية في قارة آسيا، هقول له ايه؟ هقول له ده بسبب برودة الجو. طب ليه بتقل في المناطق الجبلية والهضبية؟ هقول له ده بسبب وعورة السطح. طب احنا كده عرفنا يا شباب ان قارة آسيا هي اكبر قارات العالم من حيث عدد السكان، لدرجة ان عدد سكانها بيمثل حوالي 60% من سكان العالم. طيب هل كثرة سكان قارة آسيا ممكن يترتب عليه حاجات سلبية؟ قالك ايوه طبعا، قارة آسيا عندها مشاكل كتيرة بسبب زيادة عدد سكانها. طيب زي ايه المشاكل دي يا مستر؟ قالك زي نقص الغذاء، بدأ يبقى فيه قلة في توافر الطعام والغذاء، وكمان انخفض مستوى المعيشة. بدأت الناس تعيش حياة بسيطة بسبب قلة نصيب الفرد من الدخل القومي. ما هو عدد الناس كتير، فالدخل القومي لما يجي يتقسم على الناس هيبقى قليل جدا لكل فرد. كل ده بقى أدى في النهاية لوجود حاجة اسمها هجرة غير شرعية من قارة آسيا للدول المتقدمة. بدأ الآسيويين يا شباب يهاجروا علشان يحسنوا مستوى معيشتهم. يبقى تاني ركزوا معايا يا شباب، لما يجي في الامتحان يقولك ما النتائج المترتبة على زيادة عدد السكان في معظم دول قارة آسيا، هتقول له ايه؟ سؤال مهم جدا. هقول له ده أدى لحدوث العديد من المشاكل، أولها طبعا نقص الغذاء، تاني حاجة انخفاض مستوى المعيشة، رقم 3 قلة نصيب الفرد من الدخل القومي، رقم 4 وجود هجرات غير شرعية. طيب هو يعني ايه بقى تعريف الهجرات الغير شرعية؟ التعريف ده علينا يا شباب. يعني ايه هجرات غير شرعية؟ قالك الهجرات الغير شرعية دي هي الهجرات الخارجية التي تتم من خلال وسائل غير قانونية والهروب من سلطات الحدود والإقامة غير الشرعية في البلاد. يعني ايه الكلام ده يا مستر؟ مش فاهم.
يعني مثلا عندنا عدد من سكان قارة أفريقيا بيركبوا مراكب غير مرخصة بتعدي بيهم من هنا كده من البحر المتوسط وبتوصلهم لدول أوروبا، خصوصا أسبانيا وإيطاليا. والأفارقة دول بيقيموا في أوروبا إقامة غير شرعية لأنهم بيهربوا من الضباط على الحدود وبيدخلوا البلد بطريقة غير شرعية. يبقى تاني، إيه هو تعريف الهجرات غير الشرعية؟ قالك هي الهجرات الخارجية التي تتم من خلال وسائل غير قانونية، يعني وسائل ممنوعة. وبيعملوا إيه بعدها؟ بيهربوا من سلطات الحدود وبيقيموا في البلاد بطريقة غير شرعية، يعني بطريقة غير قانونية. طيب كده احنا اتكلمنا عن توزيع السكان في قارة آسيا. خلونا دلوقتي نتكلم عن قارتنا وهي قارة أفريقيا. عدد سكانها يا شباب حوالي 1.1 مليار نسمة. السكان في قارة أفريقيا بيتركزوا في 3 مناطق. إيه هم؟ قالك رقم 1 السهول الفيضية الخصبة، رقم 2 السهول الساحلية المعتدلة الخصبة، رقم 3 المناطق مرتفعة السطح في الدول المدارية. طيب بالنسبة للمنطقة الأولى وهي السهول الفيضية الخصبة، زي إيه؟ طبعا زي سهول وادي النيل في مصر والسودان، علشان طبعا وجود نهر النيل. أما السهول الساحلية المعتدلة الخصبة فدي زي اللي موجودة في سواحل البحر المتوسط في مصر ودول المغرب العربي. المناطق بقى اللي بتتركز فيها السكان في قارة أفريقيا هي المناطق اللي سطحها مرتفع في الدول المدارية. واحد هيسأل ويقول لي هي ايه الدول المدارية دي يا مستر؟ الدول المدارية يا شباب بصوا معايا كده على الخريطة، ده خط الاستواء وده مدار السرطان وده مدار الجدي. كل الدول اللي بين مدار السرطان ومدار الجدي بنسميها دول مدارية. من الطبيعي في الدول المدارية إن درجة الحرارة بتكون مرتفعة جدا وصعب إن الناس تعيش فيها. لكن في دولتين في قارة أفريقيا من الدول المدارية بيزداد فيهم عدد السكان، وهم مين؟ هم أوغندا وكينيا. طب ليه؟ اشمعنى الدولتين دول؟ قالك لأن الدولتين دول السطح فيهم مرتفع فبيعتدل فيهم المناخ. مش احنا قلنا ان كلما ارتفعنا عن مستوى سطح البحر 150 مترا بتقل درجة الحرارة درجة واحدة مئوية؟ علشان لما يجي يقولك بما تفسر يتركز السكان في دولتي أوغندا وكينيا على الرغم من وقوعهما في المناطق المدارية، هتقول له ايه؟ هقول له ببساطة لاعتدال المناخ بسبب ايه؟ بسبب ارتفاع السطح فيهم. طب يا ترى بقى ايه هي المناطق اللي بيقل فيها عدد السكان في قارة أفريقيا؟ قالك هما برضو 3 مناطق، وهي المناطق الاستوائية في وسط القارة والمناطق الصحراوية وبعض المناطق الوعرة. طيب ليه عدد السكان بيقل في المناطق الاستوائية؟ تفتكروا ليه يا شباب في المناطق الاستوائية؟ قالك ده بسبب نمو الغابات الكثيفة في المناطق دي، بيبقى فيها غابات كثيفة جدا وصعب الإنسان يعيش بينها. وكمان البيئة الطبيعية في المناطق دي بتبقى قاسية جدا وبتنتشر فيها الأمراض. درجات الحرارة فيها عالية طوال العام وعلى طول فيها أمطار وبتنتشر فيها الأمراض. يبقى لما يجي يقولك بما تفسر يقل تركز السكان في المناطق الاستوائية بقارة أفريقيا، هتقول له إيه؟ هقول له ده طبعا بسبب نمو الغابات الكثيفة والبيئة القاسية حيث تنتشر الأمراض. وقلنا برضو بتقل الكثافة السكانية في المناطق الصحراوية بقارة أفريقيا زي الصحراء الكبرى الموجودة هنا كده وصحراء كالهاري الموجودة في جنوب القارة. ومن أمثلة المناطق الوعرة يا شباب اللي بيقل فيها السكان هي جبال البحر الأحمر طبعا الموجودة هنا كده. طيب قبل ما نتنقل على قارة أوروبا في سؤال مهم جدا ممكن يجيلي في قارة أفريقيا، يجي يقولك دلل يؤثر المناخ في توزيع سكان قارة أفريقيا. إزاي بيأثر المناخ في توزيع قارة أفريقيا؟ هقول له حيث يتركز السكان في المناطق معتدلة المناخ زي السواحل والمناطق مرتفعة السطح
دي بيبقى مناخها معتدل، وبيقل السكان في المناطق الاستوائية الحارة والمناطق الصحراوية. علشان كده المناخ في قارة أفريقيا عامل مهم جدا في توزيع السكان. يبقى تاني لما يجي يقولك دلل، سؤال مهم جدا يا شباب، يؤثر المناخ في توزيع السكان في أفريقيا، هقول له إيه؟ هقول له أيوة، حيث يتركز السكان في المناطق ذات المناخ المعتدل زي اللي موجودة في السواحل والمناطق مرتفعة السطح، وبتقل السكان في المناطق الاستوائية الحارة والمناطق الصحراوية. طيب خلونا دلوقتي بقى نتكلم عن القارة رقم 3 معانا النهاردة، وهي قارة أوروبا، اللي عدد سكانها بيوصل لحوالي 741 مليون نسمة. قالك السكان بتتركز في غرب ووسط قارة أوروبا، وتحديدا في دول زي بريطانيا وألمانيا وهولندا وأسبانيا. طب ليه اشمعنى الدول دي؟ قالك لأنها دول متقدمة جدا، فيها مدن ومناطق صناعية كبيرة زي لندن وباريس، وكمان الدول دي فيها سهول زراعية خصبة زي السهل الأوروبي العظيم، فاكرينه؟ طيب هل بقى السكان بيتركزوا بس في غرب ووسط القارة؟ قالك لا، دول بيتركزوا برضو في شرق القارة لكن بدرجة أقل شوية. طب ليه اشمعنى بيتركزوا بأعداد أقل في شرق القارة؟ قالك علشان الدول اللي في الشرق دي أقل تقدما من دول غرب ووسط أوروبا. يبقى لما يجي يقولك بما تفسر يتركز السكان في دول شرق أوروبا بدرجة أقل من دول وسط وغرب أوروبا، هتقول له إيه؟ هقول له ببساطة لأن دول شرق أوروبا أقل تقدما من دول غرب ووسط أوروبا. طيب إيه هي المناطق اللي بيقل فيها تركز السكان بشكل عام في قارة أوروبا؟ قالك في المناطق الشمالية زي دولة فنلندا هنا كده، ودولة النرويج. طيب ليه أو بما تفسر المناطق الشمالية في قارة أوروبا بتقل فيها الكثافة السكانية؟ تفتكروا ليه؟ هقوله طبعا بسبب شدة البرودة، المناطق اللي في الشمال بتبقى برد جدا، عشان كده بيقل فيها عدد السكان. وكمان بيقل تركز السكان في قارة أوروبا في المناطق الجبلية الوعرة زي إيه؟ زي المناطق الموجودة في جبال الألب. يبقى احنا كده عرفنا إن سكان قارة أوروبا بيتركزوا في دول وسط وغرب القارة زي بريطانيا وألمانيا وفرنسا وهولندا وأسبانيا، وتحديدا في المناطق الصناعية الكبرى زي لندن وباريس، وفي السهول الزراعية الخصبة زي السهل الأوروبي العظيم. وقلنا كمان إن بيتركز السكان في دول شرق أوروبا لكن بدرجة أقل من دول غرب ووسط القارة. ليه؟ لأن الدول دي أقل تقدما شوية. وعرفنا إن تركز السكان بيقل جدا في شمال القارة وتحديدا في دول زي فنلندا والنرويج، وبيقل برضو في المناطق الجبلية الوعرة زي جبال الألب. طيب القارة اللي هنتكلم بقى عنها بعد كده هي قارة أمريكا الشمالية، اللي عدد سكانها حوالي 562 مليون نسمة. بيتركز السكان يا شباب في القارة دي في كندا، وتحديدا في المدن الكبرى زي مدينة مونتريال اللي موجودة هنا، اسمها مدينة ايه؟ مونتريال. وكمان بيتركز حوالي 21% من سكان قارة أمريكا الشمالية في دولة المكسيك، وتحديدا برضو في المدن الرئيسية زي مدينة مكسيكو، ودي العاصمة بتاعة المكسيك يا شباب. الجزء بقى الأكبر من سكان قارة أمريكا الشمالية بيتركز في الولايات المتحدة الأمريكية، اللي هي دولة زي ما بنسميها كده دولة أمريكا. هي لوحدها فيها 57% من سكان القارة. ولازم تبقوا عارفين يا شباب إن الولايات المتحدة الأمريكية دي دولة كبيرة جدا، وبيتركز فيها السكان في 3 مناطق. المنطقة الأولى هي الساحل الشمالي الشرقي هنا كده. طيب ليه السكان بتتركز هنا؟ قالك ده بسبب الموارد الاقتصادية الضخمة ووجود المدن الكبرى زي مدينة نيويورك. المنطقة دي فيها موارد اقتصادية كبيرة جدا. المنطقة التانية في الولايات المتحدة واللي بيتركز فيها السكان هي ولايات الوسط. طب ليه؟ قالك ده علشان فيها
سهول الميسيسيبي اللي ساعدت في وجود الأقاليم الزراعية. المنطقة الثالثة وهي منطقة البحيرات العظمى، ودي بيتركز فيها السكان علشان مواردها الاقتصادية الضخمة. أما بقى المناطق اللي بيقل فيها تركز السكان في قارة أمريكا الشمالية في العموم هي دول البرزخ. دول إيه؟ دول البرزخ. وبيقل برضو تركز السكان في بعض الجزر الصغيرة. ودول البرزخ يا شباب هي المنطقة دي. ومن أمثلة الدول اللي موجودة هنا اللي بيقل فيها السكان هي دولة هندوراس ودولة كوستاريكا. يبقى تاني ركزوا معايا يا شباب، احنا عرفنا ان السكان بيتركزوا في قارة أمريكا الشمالية في 3 دول، هما كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية. بالنسبة لكندا قلنا بيتركز السكان فيها في المدن الرئيسية زي مدينة مونتريال. أما المكسيك فبيتركز فيها حوالي 21% من سكان القارة، وبيتركزوا برضو في المدن الرئيسية زي العاصمة مكسيكو. أما الولايات المتحدة فهي بتضم 57% من سكان القارة، واللي بيتوزعوا فيها على 3 مناطق رئيسية، هما ايه؟ الساحل الشمالي الشرقي وولايات الوسط ومنطقة البحيرات العظمى. طيب لما يجي يقولك بما تفسر يتركز السكان في الساحل الشمالي الشرقي للولايات المتحدة، هتقول له ايه؟ هقول له بسبب وجود الموارد الاقتصادية الضخمة والمدن الكبرى زي مدينة نيويورك. نفس الكلام بالنسبة لمنطقة البحيرات العظمى، بتركز فيها السكان ليه؟ بسبب مواردها الاقتصادية الضخمة. أما ولايات الوسط فبيتركز فيها السكان عشان إيه؟ عشان وجود الأقاليم الزراعية أو سهول نهر الميسيسيبي. وعرفنا إن تركز السكان بيقل في قارة أمريكا الشمالية في دول البرزخ وبعض الجزر الصغيرة، وقلنا دول البرزخ زي دولة هندوراس ودولة كوستاريكا. طيب القارة بقى رقم 5 اللي معانا بعد كده هي قارة أمريكا الجنوبية، ودي عدد سكانها حوالي 410 مليون نسمة. بتتركز السكان في قارة أمريكا الجنوبية يا شباب في السهول الساحلية والسهول الفيضية. ومن أمثلة السهول الفيضية في أمريكا الجنوبية سهول نهر الأورينكو في دولة إيه؟ في دولة فنزويلا. ادي نهر الأورينكو اهو فوق في الشمال، وادي دولة فنزويلا. وكمان من أمثلة السهول الفيضية سهول لابلاتا الموجودة هنا كده، واللي بتتسمى في الأرجنتين باسم سهول البامباس. وكمان السكان بتتركز في هضبة البرازيل وتحديدا في المدن الكبرى. وبيقل تركز السكان في أمريكا الجنوبية في سهول الأمازون الاستوائية. طيب ليه أو بما تفسر؟ قالك بسبب وجود الغابات الاستوائية اللي طبعا صعب حد يعيش فيها. وكمان بيقل جدا تواجد السكان في قمم جبال الانديز، صعب جدا تلاقي سكان بيعيشوا في قمم الجبال. واخيرا هضبة باتاجونيا في جنوب القارة. هضبة باتاجونيا اللي هنا كده دي بيقل جدا فيها تركز السكان. وهنا في معلومة مهمة جدا لازم تبقوا عارفينها يا شباب، ان دولة البرازيل اللي موجودة هنا كده بتعتبر أكثر دول القارة في عدد السكان. عدد سكانها لوحدها بيمثل حوالي 50% من سكان القارة. وكمان في دول بيزيد فيها عدد السكان عن 40 مليون نسمة زي دولة الأرجنتين، ودول تانية بيقل فيها عدد السكان عن مليون نسمة زي دولة اسمها جويانا. اسمها ايه؟ اسمها جويانا، علشان لما يجيلك في الامتحان ويقولك أكمل تعتبر دولة نقط من الدول التي يقل عدد سكانها عن مليون نسمة في قارة أمريكا الجنوبية، هتقول له دولة إيه؟ هقول له دولة جويانا. طب لما يقولك تعتبر دولة نقط أكبر دول قارة أمريكا الجنوبية سكانا ويمثل سكانها 50% من سكان القارة، هتقول له دولة إيه؟ هقول له طبعا دولة البرازيل. القارة الأخيرة معانا النهاردة هي قارة استراليا، أو زي ما بيطلق عليها القارة الأقيانوسية، واللي بتعتبر أقل القارات في عدد السكان. عدد سكانها حوالي 39 مليون نسمة. بيتركز السكان في قارة استراليا يا شباب في السواحل الشرقية للقارة هنا كده في المناطق دي،
لأن موجود فيها المدن الكبرى زي مدينة اسمها مدينة سيدني، وكمان موجود فيها المناطق الصناعية الكبرى. وبيتركز السكان كمان في جنوب شرق القارة، وده بسبب الأراضي الزراعية الخصبة ووجود سهول نهري ميري ودارلينج. فاكرينهم؟ ادي نهر ميري وادي نهر دارلينج. يبقى لما يجي يقولك بما تفسر يتركز السكان في جنوب شرق قارة استراليا، هتقول له ايه؟ هقوله ده بسبب طبعا وجود الأراضي الزراعية الخصبة وسهول نهري ميري ودارلينج. طب يا ترى بقى بيقل تركز السكان فين؟ قالك بيقل تركز السكان في شمال القارة هنا كده. طيب ليه؟ ده بيرجع لوجود الغابات الموسمية وحشائش السافانا. وكمان بيقل تركز السكان في وسط وغرب القارة. طب ليه؟ قالك ده بسبب الظروف الصحراوية اللي موجودة في المناطق دي، مفيش مية ولا حياة خالص. يبقى لما يجي يقولك بما تفسر يقل تركز السكان في شمال قارة استراليا، سؤال مهم جدا، هتقول له ايه؟ قال له بسبب وجود في الشمال بسبب وجود الغابات الموسمية وحشائش السافانا. طيب ولو قالك بما تفسر يقل تركز السكان في وسط وغرب قارة استراليا، هتقول له ايه؟ هقول له بسبب الظروف الصحراوية. وقبل ما نختم الكلام عن قارة استراليا لازم تبقوا عارفين يا شباب ان 60% من سكان قارة استراليا بيعيشوا في دولة استراليا، و11% بس بيعيشوا في جزيرة نيوزيلندا الشمالية والجنوبية. ادي نيوزيلندا الشمالية وادي نيوزيلندا الجنوبية على الخريطة. والنسبة الباقية موجودة في الجزر المنتشرة في المحيط الهادي زي جزيرة اسمها جزيرة سولومون الموجودة هنا كده. وبكده يا شباب يكون خلص درسنا النهاردة. وفي النهاية ما تنسوش تدعمونا باللايك الجميل والاشتراك في القناة علشان تتابعوا كل فيديوهاتنا أول بأول. سلام.